حبايب امونه، مساء الفل والورد والياسمين والجمال على احلى اخوات في الدنيا واحلى عيله في الدنيا. بحبكم قوي 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 يا احلى اخوات. النهارده بسرعه بقى هتعملي ايه يا امونه؟ جايين هنعمل مع بعض وصفه حلوه وخفيفه ومدبره وعلى قد الايد وكل حاجه فيها حلوه. هي ايه؟ حذر فزر. هي ايه؟ هنعمل صوابع الكابوريا اهي يا جماعه، دي شكلها. خلاص، الباكت ده بيتباع كده في اي سوبر ماركت او اي هايبر، مش غالي خالص، ده بيتراوح من 15 ل 20 جنيه. انا جبت باكيتين بالشكل دون، يعني عاملين حوالي 40 جنيه على حسب كل مكان انتوا فيه. خلاص، طيب هتعمليه ازاي يا امونه؟ هنعمله بانيه يا امونه. هنبنيه كده، هنعمله ببيض وهنعمله ببقسماط وهنعمله بدقيق. هتبقى حاجه فاخر من الاخر، حاجه حلوه قوي تستاهل بقك قوي، وفي نفس الوقت هنعملها ساندوتشات مع اهي انا جايبه فيها مع كاتشب مايونيز حلوه قوي، من المأكولات البحريه اللذيذه والولاد هيحبوها بالطريقه دي. تمام. بس قبل اي حاجه ما تنسونيش في اللايك الحلو والاشتراك الحلو، اللي لسه مفعلش الجرس بسرعه فعل الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. وبصوا يا جماعه، الفيديو ده هينزل على يوميات امنيه واحمد، فيديو التحدي جامد جدا جدا جدا. اشتركوا فيها، قناه تعجبكم، قناه تحفه جميله حلوه قوي قوي قوي، هتعجبكم ان شاء الله. والتحدي ده هينزل الاكله الوصفه هعملها هنا، والتحدي هينزل على يوميات امنيه واحمد ان شاء الله. اتمنى تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناه يوميات امنيه واحمد، وعايزين احلى لايك من احلى اخوات في الدنيا. يلا بينا على الشغل ونشوف هنعمل ايه مع امونه. بصوا حبايبي، مبدئيا اهي هي كده دي شكلها. انا بس هجيب المقص. خلاص، لايك للفيديو يا احلى اخوات. للي ما يعرفش، صوابع الكابوريا ده شكلها يا حبايبي، بتبقى كلها مغلفه بنفس الشكل ده، بنقصها كده. خلاص، كلها مغلفه بنفس الشكل ده. بسم الله. وقعت، يلا الحمد لله حصل خير. خلاص يا جماعه، بيبقى شكلها كده. بصوا جميله قوي قوي. خلاص، نفتح واحده تانية مع بعض. كل الباكت، بصوا الباكت ده فيه حوالي 16 صباع، حلوه قوي وموفره قوي قوي. بصوا اهو، نفتح كده الكيس ده كده كله كده اهو، سهل جدا الفتح بالشكل ده. اهي الصوابع دي حلوه قوي وهتعجبكم ان شاء الله، هتعجب الولاد. يلا هخلص بقى انا باقي الفتح والقفل ده وارجع لكم تاني. لايك. يلا حبايب امونه، انا فتحت اهي خلاص. اهي فتحت الكابوريا، صوابع الكابوريا حلوه قوي على فكره، وطعمها يعني ان شاء الله يبقى حلو. هنجيب بقى الاطباق. بص انا بشتغل على البوتاجاز عشان اقرب مكان للكاميرا. خلاص، الاطباق بتاعتي اهي. هتحطي ايه يا امونه؟ هنحط بقسماط. خلاص، لما نعوز نحط تاني، ما بحبش ارمي حاجه بصراحه، دي ست البيت المدبره تعمل كده. خلاص، ودقيق، يبقى معايا دقيق ومعايا بقسماط. خلاص، ومعايا بيض، 2 بيضه بتوع دجاجه بتوع فرخه يعني، بضحك. اهو. خلاص يا حبايبي، شويه بقى فلفل اسود على البيض. خلاص، وشويه ملح صغننين، وهبهر كده تبهيره بسيطه للبقسماط وللدقيق بتاعي. هي اوريدي كده صوابع الكابوريا متبله. خلاص، فهي تتبيله كده بسيطه، يعني حاجه كده بسيطه. ونمسك الدقيق ده البيض بتاعنا نقلبه حلو قوي كده. اهو. خلاص،
ونجيب بقى حاجه نطلع فيها. وصفه حلوه وهتعجبكم ان شاء الله. اول حاجه بقى هنسمي بسم الله. هنمسكها كده هنحطها في الدقيق خلاص، وبعد كده هنحطها في البيض خلاص، وننزل في البقسماط. بصوا انا ممكن علشان الكفر يمسك اكتر من كده اعملها اكتر من مره. حبايب امونه، انا دلوقتي هضيف شويه كمون خلاص للبيض وللدقيق، يعني حسيت ان هو محتاج التوابل دي بصراحه، فقلت للامانه يعني اعملها معاكم. وهضيف شويه كزبره. الاسماك بتحب الكمون، يعني اي الاكلات البحريه بتحب الكمون وبتحب الكزبره وبتحب الكلام ده كله. فانا هضيف هنا برضو نص معلقه صغيره كزبره، وهنا نفس النظام وهنا نفس النظام. تمام، يبقى حطينا كمون، فلفل اسود، كمون، ملح، فلفل اسود، كزبره، بابريكا، شويه بابريكا كده وشويه بابريكا هنا وشويه بابريكا هنا. وهي يا جماعه اوريدي بتبقى مستويه، اصابع الكابوريا دي ما بتبقاش نيه، بتبقى مستويه، بس بتبقى يا دوبك على قد التحمير. خلاص بنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض اهو. عشان بس اللي يجرب الوصفه يعملها زي ما انا ما بعملها. بحبكم. يلا بقى كده الكاميرا واضحه تمام. يبقى هنعمل ايه؟ اول حاجه بصوا هنستبعد دي دلوقتي. يبقى اول حاجه هنعملها هننزل في البيض خلاص، وبعد البيض هننزل في الدقيق، يعني نملى كده نغرقها دقيق، وبعد كده هننزل تاني في البيض علشان تشيل معانا كفر حلو قوي. وبعد كده هننزل في البقسماط بصوا، ونضغط جامد كده عليها علشان الكفر بتاعها يمسك فيها وما تفكش مننا واحنا شغالين اهي. لايك للفيديو حبايب امونه. بصوا حلوه قوي، بصوا الجمال. ايه رايكم؟ عسل. تعالوا نعمل واحده كمان. هنحط في البيض، وبعد البيض هننزل في الدقيق بالشكل ده. الله يا سيدي على الجمال، والله العظيم حاجه كده تحفه تستاهل بقكم. بعد الدقيق هننزل بيها على البيض تاني بصوا، وبعد كده هننزل على البقسماط نملاها بقسماط اهي. خلاص اهي. بصوا بصوا العسل حلو قوي. لايك للفيديو حبايب امونه. ماشي يلا نعمل واحده كمان. يبقى اول حاجه هنعملها ننزل على البيض، بعد البيض على الدقيق خلاص. بعد الدقيق لايك للفيديو بالله عليكم. بعد الدقيق رجعت تاني على البيض علشان احطه في البقسماط ويبقى الكفر بتاعي حلو قوي اهو بالشكل ده. انا بضغط عليها كده ليه؟ عشان الكفر يمسك معايا اكتر اهو. بصوا
ايه رايكم في العسل؟ خلاص بقى يا قلبي، هكمل انا باقي الوصفه علشان ما اطولش عليكم الفيديو وارجع لكم يا احلى اخوات واحلى متابعين. انتظروني. يلا حبايب امونه، خلصت خلاص صوابع الكابوريا بتاعتي وحطيتها في الثلاجه 5 دقايق او 10 دقايق كده تتماسك شويه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنشغل البوتاجاز كده. لايك للفيديو يا احلى اخوات. طيب كده الكاميرا كمان. وهنحط الطاسه على البوتاجاز وزيت. هشوف زيت كده. لو انا كنت قاليه بطاطس مره واحده اهو، مره واحده بس قليت بطاطس، فهقلي فيها صوابع الكابوريا، يعني ما فيهاش مشكله خالص. بدل ما احط زيت نضيف، يعني زيت من الازازه وبعد كده ارميه، فملهاش داعي. يعني انا بصفيه عشان اي رواسب او حاجه. خلاص بالشكل ده كده. الزيت بتاعي يسخن قوي. لايك للفيديو يا احلى اخوات في الدنيا، بحبكم قوي قوي قوي. خلاص الزيت اهو بيسخن. هجيب بقى حاجه احط فيها طبق صينيه اللي موجود، واحط كده مناديل. طبعا انا حاطه المناديل هنا من العيال مقطعينها ومبهدلينها بالشكل ده كده. وي لايك للفيديو. الزيت بقى نعرف ازاي ان هو سخن. شويه ميه صغيرين او شويه دقيق او شويه اي حاجه، يعني ربنا يحفظنا اهو. يلا حبايب امونه، انا هروح بس اجيب اصابع الكابوريا من الثلاجه بالشكل ده. ماشي، بصوا حلوه قوي اهي. بسم الله. هننزل بقى كده اهي. ما نقلبش على طول، لما نحس ان هي اخدت اللون كده الذهبي نقلب. خلاص اهي، ما بتاخدش وقت خالص بالشكل ده. بصوا هنوطي شويه صغيره مش قوي، خلاص، عشان انتوا عارفين ان البقسماط بيتحمر بسرعه. لايك للفيديو يا احلى اخوات اهو. بصوا حلو قوي اللون ده. ما خدتش ثواني ازاي، لان هو كل حاجه مستويه يا دوبك. بس هناخد يعني هنحمر الكفر بس، الكفر الخارجي. اهو انا شلت شويه وحطيت غيرها. بصوا كده حبايبي، لايك للفيديو حبايب امونه. بصوا ده شكلها كده اهو. هخلص انا بقى وارجع لكم. بحبكم قوي. بصوا بقى حبايب امونه، والله العظيم ما خدت اي وقت. بصوا حلوه قوي، طعمها حلو قوي. لسه اخر رصه بس اهي. بعد كده هنعمل سندوتشات